صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالنا كتير قوي ما صورناش مع بعض الصبح. بس مبسوطه قوي ان انا عندي طاقه كده وحماس، وقررت اصور معاكم. اول ما صحيت لبست على طول وقررت افتح الكاميرا واقعد قدامكم، علشان النهارده في فيديو عندنا مهم جدا، وهو تاني اوردر من موقع شي ان. النهارده هكلمكم عن حاجات انا اخترتها، وحاجات انا اصلا هتفاجئ معاكم، او هتفاجئ زيكم من الاوردر. هننسق مع بعض الحاجات اللي انا جايباها، وهقول لكم ازاي نلبس بطريقه تكون حلوه وفي نفس الوقت تكون محتشمه. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول ونشوف الحاجات اللي انا طلبتها. اول حاجه الشنطه دي انا اللي اخترتها. اصل في حاجات هنا في الشحنه دي او الطلبيه دي انا ما اخترتهاش، وهشوفها معاكم لاول مره، فربنا يستر. اول حاجه الشنطه يا بنات، انا ما عنديش شنطه سودا، فعشان كده قررت ان انا اطلب شنطه من على موقع شي ان. اهي حلوه جدا على فكره. الماتيريال بتاعتها حلوه قوي، المساحه بتاعتها حلوه. لما باجي اطلب اصلا، لما تيجوا تطلبوا شنطه من على موقع شي ان، بصوا على الشاشه وشوفوا المقاسات. طبعا انا هحط لكم الصوره بتاعتها على الموقع هنا، لكن هي زي ما انا طلبتها بالظبط وصلتني. حتى الدلايه دي زي ما هي. الماتيريال بتاعتها حلوه جدا. بصوا من ورا فيها القطعه دي كده. القطعه دي يا بنات بتدي لما بتحطي الشنطه كده على الارض او في العربيه ايا كان بقى، بتحميها ان الجلد بتاع الشنطه نفسه ما يتضرش، يعني اللي هو البزابيز اللي محطوطه ورا دي. مساحتها حلوه جدا من جوه، وبصراحه حلوه قوي قوي. معاها كمان الحزام ده، وهلبسها على حاجات كتيره قوي، خصوصا ان احنا اصلا في موسم الشتاء. اللبس بتاعنا بيكون الوانه شويه رايحه للبنيات والكافيهات والحاجات دي، فدايما بنحتاج يكون عندنا شنطه سودا، وبصراحه حلوه جدا جدا وانا مبسوطه منها قوي. بعد كده مش عارفه، بقالي فتره بحب اللون ده قوي، اللون اللي هو جاي على روز شويه. هو مش بينك بس، يعني مش عارفه اقول لكم الدرجه بتاعته، فاللي عارف الدرجه بتاعت اللون ده يعني، او اللون ده ايه بالظبط، يكتبوا لنا تحت في التعليق. ده انا فاكراه ده ترنج يا بنات شتوي، بس بصراحه خامته حلوه قوي. يعني بصوا، دي القطعه، هو معلوش اي حاجه مكتوبه يعني، هو ده شكله كده. وده الماتيريال بتاعته من جوه. الله، عارفين متبطن كده وتحسوه من الخامات اللي بتدفي قوي، فلا حلوه قوي. برضو هقوم اقيسه كده ونشوفوه مع بعض المقاس بتاعه مظبوط ولا لا. عايزين نشوف مقاسه لارج، انا طالباه مقاس لارج. يعني الترنج ده بصراحه ينفع في الشتاء، ايام الشتاء الساقعه قوي، تقدري ان انت تلبسيه في البيت. طبعا انا عامه يا بنات لما بجيب ترنج ببقى بلبسه في البيت، مش بخرج بيه. يعني انا ما بخرجش بترنجات بره البيت، لان دايما الترنج بيكون مقسم الجسم ومبين تفاصيل الجسم، وده يعني ايه، ما بحبهوش انا. ودايما لما بجيب الترنجات بلبسها كده في التصوير زي ما انا لابسه قدامكم، او بلبسها في البيت عادي. فالترنج ده حلو جدا، هينفعنا في الشتاء جدا جدا. نيجي بقى للقطعه اللي بعد كده، وهي القطعه دي. خلينا نشوفها. بصوا الاول، هي خامتها كده خفيفه قوي قوي، يعني بصوا تحسوا ان هي خفيفه قوي. عارفين الخامات اللي هي بتكرمش بسرعه دي، فده شكلها كده. هو زي ما يكون دريس كده بس قصير شويه، بس خامته يعني خفيفه قوي، يعني تنفع للصيف. وكمان تحسوه كده غير الصوره، يعني تحسوا ان هنا القطعه واصله شكلها عاديه قوي، حبيتهاش. مش عارفه بقى احبها في اللبس ولا لا. زي ما قلت لكم ان هو شكلها كده. بصوا، نيجي بقى على القطعه اللي بعد كده. هما مش قطع كتير عامه يعني، في كذا قطعه لسه. ده انا عارفاه، ده انا فاكراه بقى عشان انا اللي طلبته. في الاوردر اللي فات يا بنات طلبت من عند شي ان شميز، سوت شيرت او تيشيرت، كان حلو قوي
وخامته تحسوها برغم ان هي خفيفه بتدفي جدا جدا. انا من الناس اللي مش بحب البس طبقات، مش بحب البس حاجه تكون تقيله قوي غير لما بيكون الدنيا ساقعه قوي قوي. انا اهم حاجه عندي تكون رجليا متدفيه، ما دام رجليا متدفيه ولابسه شراب ولكلوك كده خلاص الدنيا تمام قوي. بس لما عجبني الماتيريال المره اللي فاتت شفت برضو القطعه دي وحبيتها قوي قوي. هي كل اللي فيها ان هو تيشيرت، وانا برضو جايباه عشان التصوير، هلبسه في البيت مش هلبسه خروج. فهو حلو قوي، الخامه زي ما انا متوقعاه، زي اللي انا شفتها على الموقع. برضو احط لكم صوره ليه هنا. وفي منه الوان كتيره قوي، يمشي معاكم في الصيف ويمشي معاكم في الخريف ويمشي معاكم في الشتاء كمان، هيدفي قوي لان هو خامته رغم ان هي خفيفه بتحسوها بتدفي كده، تحسوا مش عارفه اوصفها لكم، قطن 100% مثلا. فالخامه بتاعته حلوه قوي، فلا بجد حبيته قوي. وده شكله نيجي بعد كده. بعد كده القطعه دي انا متحمسه جدا اصلا ان انا افتحها معاكم. انا فاكراها قوي. بصوا يا بنات، هي تحسوها من خامه الترنجات. انا يعني لما شفتها بصراحه دخلت شفت الناس اللي طلبوها قبلي وشفت صورها على الحقيقه فعجبتني قوي. بس انا كنت حابه فكره ان هي ترنج وحاجه ممكن تنزلي بيها بسرعه شبه الترنج كده، ولكن هي عبايه او دريس زي ما تحبوا تقولوا. يعني انا بحب ان انا اقول عليها عبايه، واسعه جدا جدا. هي المقاس بتاعها هنا يا بنات اكس لارج مش لارج. فلو انت زي كده ممكن تطلبيها لارج لان دي واسعه قوي قوي. بس انا اصلا متعمده ان انا اطلبها واسعه علشان انا اوقات ببقى حابه ان انا انزل السوبر ماركت، اوقات ببقى بنزل ادم ورويده للباص وكده. فهي قطعه بسيطه كده تلبسيها في نفس الوقت تكون شكلك شيك وحلو. فانا متحمسه ليها جدا جدا وشكلها حلو قوي يعني، ونفس الخامه اللي انا كنت شايفاها بصراحه. وشكلها بجد حلوه جدا والماتيريال بتاعتها برضو حلوه قوي. اخر قطعه بقى وهي القطعه دي. بصوا يا بنات، ده فستان قصير، احط لكم ليه صوره هنا. بس طبعا انا مش هطلعه يعني. الفكره هنا ان ده يعني للبنات العرايس اللي بيجهزوا كده وهتطلبي من على شي ان. فبصراحه اطلبي الحاجات اللي هي بتكون معروضه فساتين قصيره والبسيها في البيت، هيكون شكلها حلو جدا وهيكون شكلك برنسيسه كده وانت قاعده في البيت. والماتيريال بتاعتهم هناك بتكون حلوه قوي قوي. فلو انت عروسه انصحك جدا ان انت تطلبي اللبس او الحاجات اللي هتلبسيها في البيت يعني، واكيد انتوا فاهمين قصدي. هتكون شكلها حلو جدا وهتكون الماتيريال بتاعتها افضل من اللي موجوده عندنا في مصر كمان. اطلبي اقل من مقاسك عشان الحاجه تيجي مظبوطه. يعني انت لو بتلبسي لارج وهتطلبي حاجه تقعدي بيها في البيت اطلبيها ميديم، لو انت بتلبسي ميديم اطلبي سمول. فدايما كده هاتي الحاجه اللي اقل من مقاسك علشان تكون جايه مظبوطه عليكي قوي. كده كده انت هتلبسيها في البيت يعني، فما فيش حد هيشوفك بيها وكده، فهتكون مناسبه جدا. اللي طبعا مش هقيسها قدامكم وبرده مش هعرضها بس هحط لكم فيها صوره هنا. بس كده يا بنات، دي القطع اللي انا طلبتها من على موقع شي ان. بصراحه كل الحاجات اللي وصلتني حلوه جدا. دي بس القطعه اللي انا مش مقتنعه بيها قوي. حاسه ان هي خفيفه قوي، حاسه ان هي مش زي ما كانت محطوطه على الموقع خالص، بصراحه ما حبيتهاش. لكن بقيت القطع الترنج والسوتشيرت والدريس كمان او العبايه بصراحه تحفه. فلو هتطلبي بجد اطلبي العبايه دي يا بنات، والترنجات من عندهم حاجه واو، وحاجه الخامات عندهم حلوه جدا. فبجد حبيتها قوي. لو انت حابه ان انت تطلبي اوردر من شي ان يوم 12/12 عاملين خصومات حلوه جدا جدا، والحاجات هتوصل لنص السعر كمان، وفي كمان كود خصم 15% هحطه لكم تحت في التعليقات. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. بالنسبه لكل القطع اللي انا وريتها لكم هحط لكم اللينكات بتاعتها تحت في صندوق الوصف وفي اول تعليق لو بتشوفيني على الصفحه. اشوفك على خير يا رب في فيديو جديد. يلا باي.